السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع صحاك؟ واش على خير؟ نتمنى لكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. اليوم جيت نقدم معاكم واحد الكيك ديال المحلابات اللي كيجي خاوي. شوفوا ما شاء الله، تيجي روعه، تيجي زوين، تيجي خاوي بحجم عائلي. وحنا ان شاء الله العيد على الابواب، ضروري من الطاوله المغربيه ما كيخطاهاش الكيك. شي حاجه اللي هي زوينه ما شاء الله تبارك الرحمن. من طبيعه الحال المفاجاه في الفيديو، يعني كنتمنى من قلبي انكم تبداو معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا علاش كنهضر، واللي انا كنهضر على صواب. شوفوا يعني جا خاوي. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، يعني صغار ماشي كبار. الا كانوا كبار كديروا غير 3، يعني 4 ديال البيضات ماشي كبار. انا عندي بحجم صغير. على هذا الشكل هذا غادي نشدو 4 البيضات كما كتشوفوا. شوفوا يعني البيض اللي عندي انا صغير ما كبيرش بزاف. غادي ناخدو كاس ما عمرش ديال السنيده. غادي نخدمو هادشي مزيان كما كتشوفوا. انا ما زربتش معكم الفيديو، خدمت معكم دقه دقه، يعني جميع المراحل بالنسبه للناس اللي ما كتسلقش ليها الكيك. وهذا الكيك هذا ديال المحلابات جبت لكم السر ديالو باش كيجي بزاف، كيجي كبير، كيجي يعني منفوخ وزوين وما شاء الله. كنطربوا يعني هذاك الشيء، يعني بالنسبه للبيض والسكر كنخدموه مزيان حتى وكان يولي اللون ديالو كيتبدل من صفر غامق الى صفر باهت. شوفوا على هذا الشكل هذا. نص كاس ديال الزيت كنضيفوا على 3 ديال المراحل شويه بشويه، بحال كتخدموا من طبيعه الحال مايونيز. يعني خصكم تكون عندكم باسينسيا، شويه ديال الصبر باش الكيك هذا يجي طالع معكم مزيان. بغيتو تخدموه بالفوي عادي، يعني اليدويه عادي، اولا بالماكينه الكهربائيه، كيبقى الاختيار ليكم وانتم باش مولفين، ولكن تيبغي يتخدم مزيان. يعني غادي يعذبكم شويه بالفوي. كنشدو من طبيعه الحال تبقاو نخدموا هاد 3 ديال المقادير اللي حطيت معكم حتى وكان يتضاعف الحجم على هذا الشكل. شوفوا. ودابا غادي نضيفوا عصير برتقاله كامله، عصير برتقاله كامله والقشور ديالها. غادي نضيف كاس ديال الياغورت بنكهه الفانيليا. واحد الطريقه ديال الملحه. وغادي نخدموا هادشي من طبيعه الحال. واخا غادي نديروا الروينه في الكوزينه، ولكن ماشي مشكل. ضروري غادي تضطر لكم واحد شويه الا كنتو غادي تخدموا الاله الكهربائيه، اولا بالنسبه للفوي راه ما غيطير لكم والو. على هذا الشكل هذا كنبقى نخدم بطبيعه الحال. انا غادي نخدم معكم الطحين، يعني غادي تشوفوا الطحين كيفاش كندير. يعني هذا مقدار كاس ديال العنبه، هذا الكاس الاول والكاس الثاني. غادي ناخذوا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. ضروري نغربلوا الطحين باش كيجي الكيك سفنجي وخاوي وخفيف وهشيش. داك الاكسجين اللي كندخلوا فيه راه عنده واحد الامتياز زوين زوين بزاف. بالنسبه لي انا لا كان شي حبيبات كنشوفهم ما غيتغربلوش مزيان. بالنسبه للخميره الحلوه كنزيد ندوزها بيديه باش كلشي كيتصفى وكلشي كيتغربل صافي. من بعد غادي ناخذ واحد ازا ديال 16 غرام حتى هي. وكناخذ كاس ديال الماء سخون ماشي بارد، سخون يعني سخون. كنضيف نص كاس الاول وكنخلط بالفوي كما كتشوفوا. دابا ما غنديروش الاله الكهربائيه، غادي نخدموا بيدينا. بالنسبه للعجين ما يكونش يعني ثقيل بزاف باش يجيكم الكيك خفيف ومهوي بزاف. شوفوا ما شاء الله في البدايه كتشوفوا يعني بحال الشفنج من الداخل خاوي، وجا ما نقولكمش يعني جا وطايب وغزال. ودابا غادي نزيد معكم عاوتاني الكاس الثالث ديال العنبه، يعني هذاك يعني بالعبار ديال العنبه. وغادي نضيف عاوتاني نص كاس الاخر اللي هو سخون، وغادي نضيفو وغادي نخدمو بالفوي. بالنسبه للعصير البرتقال تيبقى الاختيار لكم، اما بالعصير البرتقال
اولا العصير ديال الحامض وقشره الحامض. تيبقى الاختيار ليكم ديما. بالنسبه لي انا عطيتكم المقادير المضبوطه ديال كيك ديال المحلابات اللي كيجي رائع، يعني ما شاء الله. كنبقى نخدم هادشي بالفوي حتى وكان نتخلص من الحبيبات ديال الطحين. بالنسبه للفران ديالي راه سخون على درجه الحراره 180 الفوق والتحت، ولكن من تنبغي نطيب تنخلي غير لتحت، نسخنو مزيان، نخليه غير لتحت يطيب واحد تقريبا نص ساعه، ومن بعد نكمل ليه طيابو اللي هو 45 دقيقه الفوق والتحت. نص ساعه لتحت ومن بعد كنزيد ربع ساعه اللي هي 45 دقيقه الفوق والتحت حتى وكان يجهز الكيك ديالنا. بالنسبه للصينيه ديالي انا كما كتشوفوا متوسطه الحجم، ماشي كبيره ماشي صغيره. دهنتها، بغيتو تدهنوها بالزبده ما كديروش الطحين. بالنسبه لي انايا ما لقيتش الزبده عندي، درت واحد الدهينه ديال الزيت والطحين. المول ديالي ما كيلصقش، ولكن انا خفت بالنسبه للعجين اللي هو خفيف، خفت انه يلصق. تنبقى نستمر بحال هكا وكنضربوا واحد الضريبات باش كيدخل داك شوفوا كيف كتشوفوا داك التنبيله ديال الدقيق، وهذا هو الشكل النهائي. كنشدوه شوفوا محمره غزاله جات واعره. الكونفيتير كيبقى حتى هو الاختيار ديالكم ديال المشماش ديال الكونفيتير باش يلصق لينا حنايا داك انا درت الكركاع. تيبقى الاختيار لكم، بغيتو ديروا الكوك غادي ديروه، بغيتو ديروا اللوز الكاوكاو الكركاع. انا عندي كان الكركاع موجود وقلت ولما لا ما نديروش ونزوق به الكيك ديالي اللي جا رائع وزوين. شوفوا ما شاء الله بحجم كبير وجا مهوي. كاميرا الفوق عندي والكيك لتحت، يعني ماشي قريب بزاف. اما بالنسبه للعلو راه جا علو وجا خفيف جا زوين ما شاء الله. ودابا غادي ندوز نزينها بالكركاع كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي ندوز نزينها بالكركاع. بغيتو ديروا اللوز الكاوكاو اللي كان موجود، هي بالكوك كتجي روعه، بالكوك كتجي احلى وكتجي شي حاجه زوين. بالنسبه لي عندي في الدار انا ما تياكلوا شيء الكوك بصفه نهائيه، ما كاين عندهمش كاع مع الكوك، ولكن انا يعجبني الكوك. مي هما ما تعجبهمش. قلت ندير الكيكه وما تاكل شيء، يعني ضروري خصها تاكل. هذيك الماء عطاها واحد الخفه، عطاها واحد الرطاوه زوينه از فيري جود. تنبقى نستمر. شوفوا ما شاء الله وهذا هو شكلها النهائي. جات ولا اروع، جات زوينه جات غزاله ما شاء الله. وكنتمنى من قلبي انكم يعني تجربوا هذا الفيديو هذا وتجربوا المقادير احترموها، غادي يجيكم الكيك زوين بزاف. وهذا هو شكلها النهائي. شوفوا كي جات ما شاء الله خفيفه مثقبه من الفوق من الداخل، ما تقولي الا سفنج من الداخل مهويه ما نقولكمش، يعني جات رطبه 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 بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نخليكم مع تتمه الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله.